بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام البنات، مرحبا بكم عندي، مرحبا بمتتبعي الكرام من داخل وخارج الوطن. نرحب بكم ونقول لكم أهلا وسهلا في قناتي. اليوم جيتكم بوصفة، واش نقول لكم، واحد الوصفة بنينة تسخف. جيتكم بهذا البريوش هشيش كيما القطن. يعني نقول لكم غير جربوه راحين تعشقوه. تاكلوه الصباح مع القهوة والحليب، ولا في قهوة العصر. مليح، يسخف. شوفوا كيفاه جا الله يبارك، طايب محشي بالشوكولا. بسم الله على بركة الله. نبداو في الوصفة. هنا حطيت كاس تاع الحليب دافي، ونص كاس ماء دافي، ونص سكر، نص كاس سكر، مغرف تاع الخميرة، خميرة فورية. وهنا نضيف الكاس الاول تاع الفارينة، ونزيد نضيف الكاس الثاني تاع الفارينة. هنا نخلطهم خلطيهم، يدخلوا المكونات برك في بعضهم باه نخليوهم يخمروا. انا هنا راح نخليه يخمر هذا الخليط. كي يخمر هسه نضيفوا له مغرف تاع السكر، مغرف تاع الملح، ومغرف خميرة كيميائية، ونص كاس زيت. انا ما ضفتش الملح المرة الاولى باه الخليط نتاعي يتفاعل ويخمر لي. انا هنا رايحه نعجنو. اللي عندها البيترا تعجن بالبيترا، اللي ما عندهاش تعجن بيدها حوالي 10 دقائق هكاك حتى يولي ملس. هذا البريوش مليح هشيش، يجي خفيف، يعني والم مع الفطور تاع الصباح، ولا القهوه تاع العصر، ولا جاوك ضيوف تحبي ديريه لهم في دقيقه. انا هنا راح نزيد نضيف له 3 مغارف نتاع الفارينه. انا درت بالمغرف نتاع القهوه الصغيره. نزيد نخلطو شويه، ما بزمان يدخل برك تدخل الفارينه هذيك فيه. لازم هاد العجينه لازمها تكون تتلاصق في اليد، ما ديريهش يابس، ما ديريهاش يابسه العجينه. منه لو كان ديريها يابسه كي راح يطيب رايح يجيك معجن من الداخل. ندهن يديا بالزيت، منه العجينه راهي تتلاصق، راني بالسيف نحكم فيها بيديا. نحطها في بول، ندهنوه بالزيت ونخليها تخمر. انا هنا هاي العجين تاعي كيف خمرت، راني ندي غازي فيها، نحيلها الغازات هذيك اللي هو اللي فيها، ندخلها شويه برك هكا. هنا نقسم العجين الى نصفين ونديرهم كويرات. انا هنا جاتني 12 حبه، 12 حبه بهاد المكونات. نقولها اللي عندها العيله في الدار وحبه تزيد دير العجين الخليط على 2 مرات. ندهن يديا بالزيت ونكورهم. كي نكوروهم بعد نخدموهم، ما نخليوهمش يطلعوا. اللي تحب تدير بالميزان
تديرهم، تحب دير الحبات يجيو قد بعضاهم، واللي تعرفوا ميز العين تخدم ميز عينيها برك تشوف وتخدم. هنا نطرحوا العجينه. انا هنا الشوكولا ما عنديش، هذه اوبتيلا ما عنديش بزاف، زدت عليها نتاع طابلات. انا جبت شوكولات، جبت علبة الشوكولا قسمتها الى مستطيلات ونحطوها كي ندوروا نقفلوا عليها المره الاولى ونزيدوا ندوروا العجينه. المره الاخيره لازمك تقفلي، كوما تقفليش راح كي طيب العجين راح تتنفخ وتخرج لك الشوكولا هذيك. نعدلوهم نحطوهم في البلاطو اللي عندها بابي كويسون تخدم فيه، اللي ما عندهاش تدهني بالزبده وتحطي فوق الفارينه، ومن بعد تنفضي هذاك البلاطو تاعك باه الفارينه ما تقعدش في البلاطو. ما كي طيب البريوش تاعك ما يجيش من تحت في الفارينه. راني زدت عاودت معاكم هنا. ها نقفلوا العجين المره الاولى، نزيدوا نقفلوها مليح ونخليو نحطوها في البلاطو. ما بزمان راكي تخدمي هكا، راكي تشعلي الفور وخليه يسخن. منه البريوش يحتاج الفرن ساخن. هاني زدت عاودت معكم وحده اخرى هكا باش تفهموا الطريقه كيف قاعده نخدم. هاني قلتلكم اللي عندها شوكولا الطلي تخدم، اللي ما عندهاش تشري الاخرى تاع العلب هذيك وتخدم بها نورمال. انا كي خدمت بها جات مليحه، دابت في وسط الحبان تاع البريوش هايل يستحق التجربه. ها من الحبات تاعي كيف جاو. درك انا ندهنهم بصفر بيض، حطيت له شويه قهوه وندهنوهم. اللي ما عندهاش القهوه تحب دير صفر بيض والحليب، ولا تحطي صفر بيض ولا فاني. انا هنا ثاني حطيت لافاني البنات، انا نسيت ما قلت لكمش لافاني باش لو تاع البيض هذاك يروح، باش يعطينا جو مليح كي ناكلوه. ندهنوه مليح. هنا كي ندهنوه نخليوه يخمر، لازم يدوب لي لا فورم تاعو. نحطوه في مكان دافئ ونخليوه يخمر. كي يخمر احطيه يطيب على درجة حرارة 200 درجة الحرارة. انا هاني ندهن فيه مليح. بريوش هايل، جربوه راحين يعني تزيدوا تعاودوا تخدموه مرة اخرى. انا هنا راح ندير له الكاوكاو ايفيلي، وانتوما الديكور كيما تحبوا. عندكم عندكم هذوك تاع اي حلوى، ولا تحبي تحطي السكر، اي حاجه تحبي ديكوري بها ديكوري بها. كل واحد واش عنده في الدار يديكوري. الديكور ما يهمش خلاص. تحبي طيبيهم هكا كي تنحيهم دهنيهم بالناباج وحطي لهم كاوكاو مرحي، ولا تحطي لهم السكر الرطب دردريه فوقهم. انا عطيتكم اختيارات بزاف وانتم كيما تحبوا. انا كي درتو بنات اولادي ما خلاوهش، خلاص كلاوه كامل يعني بصحتهم. هنا نغطيه بسيرفيات وحطيه يطيب. كي طيبيه اللي عندها الفور يشعل من الفوق لتحت تشعل، اللي ما عندهاش تشعل من التحت. كي طيب من تحت
شعلي لي من الفوق. وهاي النتيجة قدامكم. جا بريوش يسخن في هشيش طري، جا واش نقول لكم واحد البنة فيه. انا عجبني صح. هنا راني ندهن فيه بلا جولي بالناباج باش يعطينا هذيك اللمعة. هذا اختياري، هذا مش اللي ما عندهاش ما ديرش، اللي ما عندهاش ما ديرش لا جولي فوقو. انا نخدم هكا وانتوما الديكور كل وحده تخدم كيما تحب هي في دارها، كل وحده الشيء اللي عندها في دارها تخدم به. ماشي مش كل ديكور خلاص، ماشي وحده تقول لك انا ما عنديش كاوكاو ايفيلي ما نخدمش، ما عنديش لاجولي ما نخدمش. لا لا، اخدمي والديكور لاش تذوبي الشوكولا من الفوق وحطيها فوق مش مشكل خلاص. المهم اخدمي متعي ولادك، متعي روحك بيه. لا جاوك الضيافة وهنا خدمتو حطوت فوق الجلجلانية والسينوج. في الحقيقة انا نحب ناكلو هكا بالجلجلانية والسينوج، درتو هادو